مرحبا بكم مرة أخرى. نتا شرايبي رئيسة مقاطعة سيدي بليود، ولكن قبل ما نكون رئيسة مقاطعة سيدي بليود أنا أولا وقبل كل شيء بيضاوية، زايدة في الدار البيضاء وكابرة في الدار البيضاء وقريت في الدار البيضاء الحمد لله، حاصلة على إجازة في المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، وعندي إجازة في الحقوق، محامية بهيئة الدار البيضاء، كنسكن في الدار البيضاء بطبيعة الحال وأفتخر. دخلت السياسة هذه مدة من 2015 لمجموعة من الأسباب. السبب الرئيسي وهو نحاولوا ندخلوا في هذا الميدان ديال السياسة باش نجيبوا واحد شوية ديال التغيير على مسار ديال التدبير ديال الشأن المحلي. الحمد لله درنا فيه مجموعة من المجهودات، ولكن مازال خاصنا نعطيو شوية ديال الأهمية لهذه المسألة هذه. هذا شرف لي كبير، ولكن قبل ما يكون شرف فهو تكليف، مسؤولية كبيرة. فاتت سنة على الولاية ديالنا على رأس مجلس مقاطعة سيدي بليود، وهذه السنة هذه كانت حافلة بمجموعة من الإنجازات الحمد لله. كانت واحد الفترة قصيرة درنا فيها شوية على ماذا يقع في سيدي بليود، أشنو عندنا، شنو هما المشاكل اللي كنعانيو منها، كيفاش كتسير المقاطعة. تعرفت على الموظفين اللي تبارك الله عندنا مجموعة من عندنا واحد العدد كبير، أكثر من 800 موظف في المقاطعة، عندنا 6 الملحقات إدارية اللي تابعة لنا المقاطعة ومجموعة من المرافق، لأن حنا كيف ما قلت مقاطعة سيدي بليود ما بين 16 المقاطعة اللي تابعة لمجلس المدينة ديال الدار البيضاء. هذه المقاطعة فيها بزاف ديال المرافق، فيها بزاف الأحياء. لأن هذه السنة هذه في 2021 خدمنا في المقاطعة في الملحقات الثانية والثالثة، يعني درب عمار وبلجتية، درنا فيها الترميم ديال الأرصفة. خدمنا كذلك في شارع الزراوي، درنا فيه واحد الشطر الأول الحمد لله اللي درنا فيه مجموعة من الإنجازات، لا من ناحية الرصيف ولا من ناحية الأشغال ديال شركة التطهير السائل والإنارة. سوق التاجي تا هو اللي خدمنا فيه ودرنا فيه مجموعة من الإنجازات اللي كاين في المدينة القديمة. عندنا 4 ديال رياض الأطفال تابعين للمقاطعة، كاينين 2 اللي خدمنا عليهم ودرنا فيهم الإصلاحات الضرورية اللي كان خاصهم مجموعة من الإصلاحات. حدثنا وحدات متنقلة، وحدة في حفظ الصحة وحدة في مصلحة الجبايات، باش نضمنوا واحد التواصل ونقربوا المصالح ديالنا من الساكنة. درنا واحد الحديقة صغيرة في درب الخصاص اللي كانت عبارة عن مجموعة من النفايات الهامدة، والحمد لله قدرنا أننا نحقق واحد الإنجاز بفضل المحسنين باش نحولوا هذيك المنطقة اللي كانوا فيها النفايات إلى حديقة لساكنة درب الطليان. قمنا بالإصلاح ديال ملاعب القرب، كاين عندنا ملاعب القرب ديال كرة القدم كيستافدوا منها الوليدات ديال المقاطعة اللي كاينين في درب لوبيلا. قمنا بعد الإصلاحات في الأسواق كسوق لوبيلا وسوق الشاوية، في انتظار إن شاء الله هذا العام عاوتاني هذه السنة نديروا عاوتاني مجموعة ديال واحد البرنامج ديال الأشغال. نقدر نقول لكم من دابا كاين أشغال غادي تكون قريبا جدا وفي قريب العاجل في حي كوتيل ديال الملحقة الرابعة، وغادي يكونوا عاوتاني واحد الإصلاحات أخرى في أسواق أخرى من بينها حتى هي سوق الشاوية اللي كاين في الملحقة الرابعة. إذا وإن شاء الله من بعد داكشي غادي نمشيو لدرب الإنجليز ودرب السلام اللي تا هما غادي نديرو فيهم مجموعة من الإنجازات. وكنتمنى أننا هاد السنة نخدمو كتر ونديرو يدينا في الديكون وتعاونوا معنا، لا من الناحية ديال الصبر اللي كينتج يعني الاشغال كينتج عليها شويه ديال الالتهابات في التنقل وفي يعني كيكون تكون شي شويه الدنيا صعيبه ملي كيكونوا الاشغال، ولا من ناحيه ديال النفايات وجمع النفايات. اذا غادي نديروا واحد البرنامج خاص باش نحسنوا هاد لو سيرفيس للمواطن. نغتنم هذه الفرصة وكنطلب من الساكنة ديال سيدي بليود بصفة خاصة أنها تصبر معايا، دير الثقة ودير حتى هي شوية ديال الجهد وشوية من جهتها باش إن شاء الله نوصلوا للمبتغى ونوصلوا للأهداف اللي بغينا نوصلوا لها. الحمد لله كل شيء داير يديه إلى حد الآن.
كلشي كيساعد، كلشي عنده داير النية كما قال الشي وليد الركراكي، دايرين النية وباغيين ان شاء الله نحسنوا الوضع ونضمنوا واحد التطور كبير للحي ديالنا والتراب ديال سيدي بيو. اذا شكرا جزيلا والى وقت لاحق ان شاء الله.